السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا فاطمه. هعمل معاكم ان شاء الله النهارده شوكليت كيك بطريقه سهله جدا وبطعم حلو قوي وموفره واقتصاديه قوي. هنعملها بالميه وهنعملها بالميه المغليه. الميه المغليه دي مهمه جدا يا بنات، بتخلي البيكنج باودر يتفاعل معانا والكيك بيرتفع زي ما انتم شايفين كده. طعمها كان حلو قوي. يا ريت يا بنات اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان توصله كل اشعاراتي. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. معايا كده كوباية من السكر، كوباية من الزيت، كوبايتين من الدقيق، ناقصين معلقتين كبار من الدقيق هنحط بدلهم كاكاو. معايا 3 بيضات، كيسين فانيليا، كيس شيف كيك، نص ليمونة او ليمونة يعني هناخد نصها. طبعا هحط كوباية من المية بدل كوباية اللبن عشان احنا عاملينها اقتصادية وموفرة النهاردة. هحط كوباية من المية في الخلاط. هحط كده الثلاث بيضات بتوعي واحط عليهم كوباية الزيت وكوباية السكر وكوباية المية اللي هي بدل كوباية اللبن. لو انت عايزة طبعا تستبدليها باللبن اعمليها، بس احنا زي ما قلت لك عاملينها اقتصادية النهاردة. هنزل بالكيسين الفانيليا كده واخلط كله مع بعضه. هنزل بقى بالخليط بتاعي، هنزل بدقيقة واحدة واحدة هنخله كده. نزلت بأول كوباية ونخلتها وهقلبها كده في اتجاه واحد. هنقلب كله في اتجاه واحد وهنزل بقى بباقي الدقيق وعليه الكاكاو وعليه الشيف كيك وهنخل ده كله وهقلبه برضو في اتجاه واحد. هنزل بقى، خلي بالك من التركة دي قوي، هي اللي بتنجح الكيك جدا. بربع كوباية كده من الدقيق هنخلها وقصادها هنحط ربع كوباية من المية المغلية. المية المغلية بتخلي البيكنج باودر يتفاعل معاكي والكيك بينفش معاكي وبينتفخ، بيبقى حلو جدا وهش. مجهزة طبعا القالب بتاعي ودهن زيت. هنزل بالخليط بتاعي، خليط الكيك. كنت فاتحة الفرن طبعا على درجة حرارة 180 قبل ما اشتغل في الكيك اساسا. هحط الكيك بقى في الفرن لمدة 45 دقيقة كده في الرف اللي في النص. معايا لحد ما الكيك يخرج بقى معايا. هعمل صوص الشوكليت الموفر برضو الاقتصادي جدا النهاردة. مش هعمله بلبن، هعمله بمية. حطيت نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الكاكاو الخام، ونص كوباية من المية. لو عايزة تستبدليها باللبن استبدليها، حاجة ترجع لك طبعا، بس احنا عاملينها اقتصادية. هنضرب ده كله في بعضه. قوام الصوص هيبقى حلو جدا، هيبقى تقيل وطعمه هيبقى حلو قوي. ما تقوليش ان هو بالمية مش هيبقى حلو وكده يعني، لا 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 والله هيبقى حلو قوي، جربيه. اهو الصوص بتاعي جاهز، قوامه جميل جدا ولونه حلو. يلا بقى بينا نخرج الكيك. الكيك اهو جاهز معايا. هعمل فتحات كده في الكيك بالخلة دي عشان الصوص يدخل جواها ويبقى طعمها لذيذ جدا. هنزل بقى بالصوص بتاعي تمام كده. خلاص الكيك بتاعي خلص، طعمه كان حلو قوي. يلا نقطعه سوا.
خلاص خرجنا الكيكة اهو، حلوة جدا، هشة ومرتفعة، والصوص كان طعمه لذيذ لذيذ قوي. جربيها ومش هتندمي. يلا بقى يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا كل اشعاراتي. لو عجبكم الفيديو ده ضغطولي لايك. السلام عليكم ورحمة الله.